كان صبري اللموشي يكوس هكا ويهبطوا فهمتي تيتولير خليل العياري. تشوفوا البارتي هذه شفتوها البلاصه هذه اللي بدا يرقد فيها بو على اخوه هاو بينات الايمات وتفكروا قناه علولو كوره. نعم تنويع هاي كوره هدف الثاني اركونادا هي تشخر وزادت بوف. شبه سلامات المدرب نبيل معلول. هذا توا معقول هذا معقول تخرج لنا علي معلول. يا ربي يهديك يا نبيل. السلام عليكم الله عليكم شباب، باش نحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه باش نحكيو على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي وباش نحكيو على الباهي والخايب كما يقولوا. اما الاكيد انه الحديث على المنتخب التونسي عمره ما يوفى، نهار طول واحنا نحكيو والحديث عمره ما يوفى. كما تعرفوا احنا توانسه عيشتنا بالطبيعه مع المنتخب مرة الفوق مرة اللوطه. نهار نفرحوا للسماء ونطيار على الاخر ونفرحوا بالمنتخب، ونهار يركبنا ستريس ويركبنا فهمتني السكر والدم وحاسيلو عنا برشا اخبار تشرح الصدر وان شاء الله وتطمن على مستقبلنا في كأس العالم 2026. اما الحق يقال فما زاد شويه اخبار خايبه واخبار تخلينا نراجعوا حساباتنا ونقولوا يا سي صبري اللموشي فاش قاعد تعمل. ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. اي عاد ولاد خلينا نوصلوا 10,000 مشترك قبل العيد. فاش من قبل العيد هاو مازالوا 3 ايام بالعيد. حولوا لا قوه الا بالله، رمضان تعدى قوش عليه تعدى الجمعه. هاي سيدي خلينا نبداو بالطبيعه الخبر الاول. ندوه صحفيه للناخب الوطني صبري اللموشي ان شاء الله نهار الاربعاء 18 مارس باش يعلن صبري اللموشي الناخب الوطني باش يعلن على القائمه. باش نحكيو بالطبيعه على القائمه ذيك وتقريبا يعني تقريبا 90% باش تكون هكا القائمه. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي سيدي الاربعاء صباحا الاعلان عن قائمه شهر مارس. فما برشا حاجات تفرح في القائمه. ايوه باش نكونوا واضحين بحول الله، لكن فما حاجات مش باش تفرح برشا من الجمهور، لكن تاكدوا هم بمثابه الفرصه الاخيره لهم من صبري اللموشي. لا فرصه اخيره لا شيء. فرما انتم عرفتوا على شكون يحكي على كشله بالرمضان وفرجاني الساسي وبسطوري وكشله ذوك. هاي سيدي نشوفوا الخبر اللي بعده. لاعب يكسب نقاط لدى اللموشي وثلاثه يبتعدون بعد مباراه ترجي. تعرفوا انتم معكم صبر اللموشي ابرامو حضر الماتش، حضر الماتش وتفرج في ماتش ترجي والاهلي. شكونهم الملاعبيه هذو؟ خلينا نشوفوا اكثر تفاصيل من الاخر. ما فما حتى واحد ما عجبه حتى حد من الترجي، ما عجبه حتى حد. كان شكون حارس الترجي يسجل نقاطا ثمينه وثلاثي اخر خيبه الامال. الجارديان برك بشير بن سعيد الذي قدم مردوده مطمئنه خلال اللقاء. تعرفوا انتم بشير بن سعيد نحى فسخ 2 بونتوات بالرسمي، ولا 3 ولا 2 ولا 3 بونتوات فسخهم. معناها كان تنجم فهمتي تقلب الحكايه الكل. تفاعل عليه فهمتي عمكم بشير بن سعيد بالرسمي قدم اداء باهي. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوه الاولاد راهو من داخل هاي كعبه الشمات. اما هاني باش نحكي نورمال ما تسلقوش عاد. هاي سيدي اليسون سانتوس غير موجود بقائمه المنتخب البرازيلي تربص مارس. شبي بابا شبي ولد عمي يا ليسون سانتوس شبي عليه انشيلوتي ما عيطلكش؟ تو بجاه ربي حد نيتك انت باش تفرعك الجماعه اللي غادي حد نيتك تو هذيك ربي هيجا المنتخب الوطني التونسي زي بعديك منهم. والله العظيم راك باش تتفرج في الماتش تتفرج في الماتش بالتلفزه. وبجاه ربي كان الجماعه اللي يقولوا لي شبينا احنا رخاص هاو رفضنا كاو ما عيطولوش. اسمعني اللعبه ذي نستثنيوه بجاه ربي. تقشتلنا رانا برشا في الكوباراب والكوب دافريك فهمتني من نكسه لنكسه. كان خويا فهمتني نعرفش انا عم جاي واللي بعده ولا اللي هو فهمتني قال لك بطل يحب يرجع يحب يجي يطلب المنتخب اقبلوه ميسالش يقبلوه تي محسوب. تهنا قبلنا دراشكون تهنا قبلنا شياب خلي بركه هذا ميسالش ما رفضنا هو من الاول. بكشي بعد يبدل القرار وكذا يحب يجي مرحبا بيه خليه يجي ما غير ما تسلق تو خلي تعطيوه على راسه بعد عندنا ما نحكيو. حاسيلو اليسون سانتوس غير موجود قائمه المنتخب البرازيلي. انشيلوتي قالوا فهمتي تطير محلى فرق اهو باش المره الجايه فهمتي خويا مالا ما تنجمش راهو قلتها لك من قبل يجي بزقلي على وجهك البرازيل تعيط لك لا تو ولا من بعد لا في المستقبل اهو. هنشوفوا الخبر اللي بعده. اليسون سانتوس خارج قائمه البرازيل. قالوا شبيك تكعروا تعاودين نكعروا ونعاود خاطر السيد هذايا فهمتني الطفل ما يحبش يسمع الكلام يتعاند برشا. يا ولدي يسمع كلام يتبع اللي شريك ويبيع اللي باعك. مالا وين ان شاء الله الفازه هذه تكون ايجابيه لزياد الجزيري وجماعته باش يقنعوا الوليد يجي يلعب لتونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله. حتى كان رفضنا من الاول وبعد هيك عاودوا قدموا له الدعوه وجاء طفيوا الضوء الولاد. سالس طفيوا الضوء محسوب برك طفيوا الضوء كان حب يجي خليه يجي.
هنشوف الخبر اللي بعده. شنو باقي مكبش يعلولو سيبنا عاد. رسميا جناح الهجومي لنابولي الايطالي اليسون في خارج قائمه كارلو انشيلوتي لتربص شهر مارس الحالي بالنسبه للمنتخب البرازيلي. ما لوينكم معلم يا اليسون يا اخي سهل هي تدخل منتخب بغض النظر على اسم المنتخب سهل. راهو تيجاتك فرصه المنتخب التونسي هكا وعندك كوب دي موند والناس كل باش تفرج فيك والناس كل مركزه معاك وكذا تيجي بالله وسيبت علينا يا اخي تو حد نيتك برازيل باش تعيط لك شبيك يا اخي باه. لكن يا وليد عمي مادامك مش متواجد في قائمه نتاع تربص ودي تحب تلقى روحك في كاس العالم خمم شويه. المنتخب التونسي اعطاك فرصه ذهبيه في مسيرتك اهو باه. ما مش عارف انا لحد الوقت هذا مازال عنده فرصه باش ينجم يجي حتى كان قال ينجم الجامعه تعيط له وتلقى له اوراقه فيزا في الوقت هذا القصير الله اعلم باه. هنشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي هل ينضم اليسون سانتوس الى المنتخب التونسي بعد قرار كارلو انشيلوتي؟ ما لوين كنتم خلينا نشوفوا اكثر تفاصيل على صحيفه وين. اعلن الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب منتخب برازيلي يوم الاثنين عن قائمه اللاعبين مدعوين لمعسكر شهر مارس استعداد لمباراتين وديتين. ابارامون فهمتني جمله ما هبطش اسمه في الليسته جمله. وشاهدت القائمة غياب الجناح الشاب اليسون سانتوس لاعب سبورتينغ لشبونة المعار حاليا إلى نابولي الإيطالي وهو عاد الأمل الاتحاد التونسي. أيوة شفتوا كيفاش عاد الأمل الاتحاد التونسي لكرة القدم في إمكانية استقطاب اللاعب لتمثيل نسور قرطاج. كهو قرار انشيلوتي يعيد الامل منتخب تونس. حسب يبقى السؤال مطروح هل ينجح منتخب تونس في اقناع الموهبه الشابه بتمثيل نسور قرطاج؟ ان شاء الله خويا ان شاء الله ينجحوا ويقنعوه. وانت يا سي اليسون سانتوس ما تحلش برشا زاد سيب روحك تو ريت الدعوه الجايه ان شاء الله الجامعه التونسيه فهمتني بيسالش نطيحوا احنا من رواحنا نحكي باسمي وباسم الجمهور الرياضي الله غالب. الولاد راهو تلمو كلينا لكن النكسات وكل يتعداو علينا في الكوباراب وكل شيء دين واحد عرفت كل واحد ديما يعطيو فيه على راسه يتبز نبزات كبار وبعد تجي بريود ما فما حد شيء بعد تجيه نبزه صغيره ريتك النبزه الصغيره هذيك يولي بصاي ما يحسهاش لا غالب خويا فهمني. ان شاء الله خويا فهمتي الدعوه الجايه تحشم على روحك وتجي. ما كانش بعد الدعوه ذيك خويا والله لا تقوم لك قائمه تقعد ديما تفرج في الكوب دي موند متلسه كيك تفرج فيها باه. هاي سيدي نشوف الخبر اللي بعده. ايوه تشكيله تقريبيه لقائمه المنتخب الوطني اليوم غد تقريبا في حال التاكد من غياب العاشوري المعوض سيكون سيف الله لطيف باي. الدعوه الاولى لراني خضيره وخليل عياري وريان اللومي ولؤي بن فرحات لتربص شهر مارس. اشكونهم اللاعبيه؟ هاي سيدي في حراسه المرمى عندكم الدحمان فرحاتي بن سعيد باه متفاهمين. في الديفونس شكون عندنا معتز نفاتي شيرني رقيق طالبي فاليري علي العابدي بن ادم عروس وغرام باه. وشكون اخر في الوسط عندنا خضيره بالطبيعه بن سليمان محمد حاج محمود الصخيري مجبري غربي العيدوني والعبيدي باه. شكون عندنا في الاتاك عندكم تونيكتي العاشوري خي مش قالوا مضروب تثبتوا لنا رواحكم عاد تو هي ما تهبلوناش عاد شنو تو باه. تونيكتي عاشوري عياري بالطبيعه الياس سعد بن فرحات شواط وريان اللومي هذوما فهمتني في الاتاك. وهذه هي تشكيله تقريبيه لقائمه المنتخب الوطني اليوم غد ان شاء الله باه. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي شكون هو محمد غربال بديل ليان فاليري باش يكون رومبلاسون تاع ليان فاليري. برشا جماعه كاتبين قالوا راهو جوار متواضع ماهوش يقدم الاضافه وكذا الله اعلم. واحد من الناس ماهيش تبع فيه جوار فبدي ان شاء الله خويا يقدم الاضافه باش يكون بالطبيعه رومبلاسون تاع يان فاليري. وما تنساوش يان فاليري مازال يعمل لاسيست عالمي. منتصر الطالبي صخره دفاعيه لطف يا ربي ان شاء الله خويا ما ياخذوش 70 يهبطوه كاع السيد هذا طاير تيران تبارك الله عليه بصلي على النبي عليه بالرسمي ربي بقي عليه الستر سيد هذا. هاني قلت لكم كان الدفاع نتاع المنتخب الوطني التونسي قوي شويه قوي اعرف راهم جرة السيد هذا بعد الملحمه الدفاعيه التي قدمها امام لانس وصيف الدوري حجز نصر الندوري منتصر الطالبي مكانه بجداره في فريق المثالي للجوله 26 بالليغ 1 حسب اختيار صحيفه ليكيب العريقه. الطالبي لم يكتفي فقط بقيادة لوريون للفوز بل أثبت بلغة الأرقام وتدخلات العاصمة أنه أحد أصلب المدافعين في فرنسا حاليا. سيد برجولية بالرسم بارك الله عليه كل ماتش يقدمه تجي تشوف السوفا سكور متاعه تلقاه فبدي فوق السبعة ديما فوق السبعة باش يوريك معناها الأداء متاعه ديما معناها خويا تبارك الله عليه وكاو ربي بقي عليه الستر. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوه نجيو سي طيب جعبه احمد احد الفاس سامحوني الولاد على الكلمه اللي غالب والله خرجت هكاك تلمو واحد تبدي ما احد الفاز على الصفحه اسمه احمد مصطفى كان في كل بوست واي بوست عن اي حاجه
بيكتب تقريبا 10 تعليقات. ايش بيه بولعلي يكتب تعليقات؟ المهم ان من ساعه ما تم الاعلان استدعاه هيثم حسن والرجل احمد مصطفى ده مختفي تمام. بيقول عليه اختفي. حسيلو هيثم حسن برامو معناها رسميا ولا في المنتخب المصري من اليوم هذا. السيد هذا ما عادش نحكيو عليه جمله. اوكي برا خويا ربي يوجهك خير. فبدي ان شاء الله تشد ثنيه محمد علي بن رمضان اشك بجك ان شاء الله يسقيك زوز ولي ويسار. فبدي وان شاء الله ما نعرفش انا ربي يوجهك خير وكاو ربي معاك خويا كاو. باهي خلينا نفسخوا هذا صاي هذا يتنحى من مخي. هاي سيدي يونيون برلين يعود بانتصار هام من ارض شنو في الجوله 26 بوندسليغا. اداء قوي وروح قتاليه حتى اخر دقيقه. ثم يحكيوا على ليكيب. انا ما يهمنيش فيها ليكيب اهم حاجه يهمني فيها راندي خضيره شنو عمل. الخبر المفرح ايوا قلت لكم راه برشا اخبار تفرح ايضا ان الوافد الجديد على المنتخب التونسي راندي خضيره شارك اساسيا ولعب مباراه كامله وقدم مردودا ممتاز في وسط الميدان. أيوة خطوة أخرى تؤكد جاهزيته ليكون إضافة مهمة لنصور قرطاج في الاستحقاقات القادمة. خويا ربي بقى عليه صدر إن شاء الله خويا تقدم الإضافة. وهاو جاي زوز ماتشوات أميكال إن شاء الله خويا يقدموا الإضافة للمنتخب الوطني التونسي. نحبك الترمو ضربني ستريس الباهي هذاك ومتشوق على الأخر باش تشوف المنتخب الوطني التونسي في حلة جديدة. وشنو كيفاش باش يلعب كيفاش باش يقدم الأداء نتاعو. باه نشوف الأخبار اللي بعده. هاي سيدي احسن من هكا ما فماش. هذه التشكيله المثاليه للمنتخب الوطني التونسي اللي اتفقوا عليها نورمالمون 12 مليون تونسي بلساهم برجال. هاي سيدي دحمان الجارديان في الجارديان بالطبيعه باش تاكل بعضها. كل جمعيه تقول لك الجارديان تاعي انا مربوطه بين دحمان وبشير بن سعيد. وما تساوش بشير بن سعيد مازال يلعب الماتش تاع الترجي والاهلي فسخ زوز ولا 3 بونطوات معناها قاعد يقدم في اداء باهي. حاسيل في الديفونس عندكم العابدي، في الوسط عروس طالبي فاليري، في الوسط خضيره صخيري وحنا بعل، وعندكم خليل العياري بالفرحات تونكتي. ثلاثه ذوما برجليه انا واحد من الناس شيخ عليهم. سورتو خليل العياري الشيره ذي باش يجمها باش فهمتي باش يركد فيها على بعضها. وهاو بينات الايامات وهاتوا تشوفوا السيد اول ماتش عنده باش يلعب في المنتخب الوطني التونسي كان صبري اللموشي. يكوس هكا ويهبطوا فهمتي تيتولير خليل العياري. تشوفوا البارتي هذه شفتوها البلاصه هذه اللي بدا يركد فيها بو على اخوه. هاو بينات الايامات وتفكروا قناه علولو كوره. سيدي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. رسميا ساعة الحقيقة تقترب. ايوا بو قلب واحد ريق وشاح زيد صيام وعطش. حسيلو يكشف عن اولى قوائمه للنسور بعد غد الاربعاء ستتجه الانظار صوب مقر الجامعه التونسيه لكره القدم. حسيلو باش يعلن على القائمه 11 تاع الصباح معناها توقيت الامارات 12 ساعه من ساعتين تاع القائمه. الاعلان عن القائمه الرسميه التي ستخوض مواجهتي كندا وهايتي. باش يهبط القائمه نتاع شكون باش يلعبوا كونتر كندا وهايتي. محطات هامة في طريق النسور نهار 29 مارس أو عندك به مواجهة هايتي و1 أفريل مواجهة كندا. هذه القائمة تحمل أهمية قصوى لكونها البصمة الأولى للموشي وسط ترقب كبير لأسماء مزدوجي جنسي. والله ما تصوروش قديش ضربني ستريس والله متشوق على الآخر. حب نتفرج فيه الماتش وحب تشوف فهمتني صبري اللموشي كيفاش اللعب نتاعو كيفاش يلعب وكذا فهمتني. إن شاء الله ما يكونش كيما لونترونور نتاع تونس الخوف هذاك لكز التالي كاو. حبوا شوفوا جرأة بتاع مدرب كارح مدرب ما يخافش. مالا وينكم. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. سيدي علي العابدي سونغون شنو كاتبه علي العابدي وسيم الرياح وديلان برون والياس العاشوري هاش بهم اصابات بالجمله تبعثر اوراق اللموشي. يا اخي ما فهمتش انا ايش مدخل ياسين مرياح وتبعثر اوراق اللموشي الكلمتين هذوما. انا واحد من الناس فهمت يضربني الشك ونولي خاف وكذا. كيفاش تبعثر اوراق اللموشي وفي وسط الكلام هذاك ياسين مرياح الله اعلم مانيش عارف. تو علي العابدي وديان برون والياس العاشوري متفاهمين. هذا اش مجايبوا في وسطهم هذا اش مدخلوا في تبعثير اوراق اللموشي. تراه شنو الحكايه. يا سيدي خطبه يا بن عروس اش فما زاد. الظهير الايمن شنو حاسيلو ليكيب هذيك محمد غربال يتلقى دعوه اوليه من الناخب الوطني صبر. انا والله مانيش متبعه جوار فهمتي مانيش نعرف برجوليه الولاد ما نعرفش الاداء نتاعو قوي مش قوي باهي مش باهي يستحق بلاصه ما يستحقش. اكتبوا لي انتم في التعليقات من غير كلام زايد من غير سبان من غير كذا ما يسالش. اكتب لي في التعليق السيد هذا يستحق دعوه المنتخب الوطني التونسي نعم ام لا. نعم علاش علاش. اكتبوا لي في التعليقات باش نفهم انا الجوار هذا شنو مستواه معناه مريقل مش مريقل خاطر برجوليه. لا نسمع كلام محللين ولا حتى شيء نسمع كلام الجمهور نتاعي اللي يكتبوا لي في التعليقات. نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي
حسب سكاي سنية سكاي سبور دخول انديه ايوا فما برشا انديه فهمتي على الخط من اجل مهاجم لؤي بن فرحات. السيد هذا فهمتي برشا كيفات قاعده فهمتي تعرك عليه شكون يشريه، والقيمه التسويقيه نتاعو قاعده ماشيه وتزيد، وكل ما تكون فما برشا جمعيات يحبوا عليه كل ما القيمه التسويقيه نتاعو تتزاد، كل ما يبدا الطلب اكثر كل ما القيمه تعلى. لهنا وصلنا لنهاية فيديو. بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يا رب يزينا خويا يزينا واحنا من نكسه والله العظيم متوحشين فرحه هكا، متوحشين حاجه باهي هكا فهمني منظر باهي هكا من ليكيب ناسيونال. ما حشناش بالماتشات الاميكال الله يرحم والديكم، ما شفتوا ماتش بريسيل انا واحد من الناس عندي باش نعمل عرس وقت يزينا خويا فيه هالبركه كاهو. تليعنا منك الحكايه ديك خويا، اعطينا حاجه في الاوفيسيال ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.